ليه الراجل أحيانا مش بيحس بوحدة مراته؟ في رجالة كتير لما بتسمع من زوجاتهم إنها بتقول أنا حاسة بالوحدة بتستغرب وتتضايق. بيقول لنفسه إزاي ما أنا موجود وبشتغل وبصرف والبيت واقف على رجله. من وجهة نظره هو مش غلط، لأنه متعلم إن المسؤولية يعني الأمان، والتعب هو التعبير عن الحب، وتوفير الاحتياجات هو الاحتواء. بس المشكلة إن اللغة مختلفة. الراجل غالبا بيعبر بالفعل، والست بتستقبل بالقرب. الراجل بيحس إنه بيعمل اللي عليه، والست بتحس إنها مش متشافة. في رجالة كتير اتربت على فكرة إن المشاعر ضعف، وإن الكلام مش مهم، والسكوت هو الحل. فمش بياخد باله بقى إن السكوت المتكرر بالنسبة لمراته مش راحة، دي مسافة، حاجز كبير بيبقى ما بينهم. ووسط ضغط الحياة والشغل والمسؤولية والقلق، الراجل بيدخل في وضع النجاة ويختصر نفسه في دور واحد، إن عدي اليوم وخلاص، وينسى إن اللي قدامه مش دور، دي إنسانة. في ستات كتير لما بتحس بالوحدة بتعبر عن ده بالعتاب أو الزعل أو الصمت. يجي بقى الراجل يشوف إن ده نكد أو هجوم أو طلبات زيادة، مش نداء لاحتياج حقيقي جواها. الحقيقة المهمة إن أغلب الرجالة ما تقصدش توجع، هي بس مش واخدة بالها، لأن محدش علمها تسمع النوع ده من الوجع. طيب الحل فين؟ الحل مش في اتهام الراجل ولا في تبرير الوحدة، الحل في ترجمة اللغة. إن الست تقول أنا محتاجة قربك مش أكتر، وإن الراجل يفهم إن 5 دقايق اهتمام حقيقي أو لمسة أو سؤال صادق أو وجود من غير موبايل دول عند الست قمة الأمان. والراجل اللي بيحب لما يفهم يقدر يتعلم، بس لو استهزأ أو تجاهل أو قلل، ساعتها المشكلة مش هتكون في اختلاف اللغة، دي اختلاف في الأولوية. وفي الآخر الوحدة في الجواز مش مسؤولية طرف واحد، لكن علاجها محتاج طرفين حاضرين. لو حاسس إن مراتك بتبعد عنك من غير سبب، أو على طول حزينة وقاعدة لوحدها، حاول تقرب منها، افهم ايه اللي هيحسسها بالونس والأمان. مجرد بس انك تفضي ربع ساعة من يومك وتسمع لرغيها اللي ملوش ترتيب وملوش معنى، ده عندها بالدنيا بحالها. بيوتنا تستاهل ان احنا نركز هي بتشتكي من ايه. بيوتنا تستاهل ان احنا نعمل لها صيانة من وقت للتاني. بيوتنا تستاهل انها تتعالج بس بالراحة.